ممرضة بريطانية توفيت بعد أخذها لجرعتين فقط من عقار تيرزاباتايد المعروف تجاريا باسم مونجارو على مدى أسبوعين، لتسجل حقن مونجارو كواحدة من أسباب الوفاة رسميا ولأول مرة في بريطانيا. سوزان ماكوان 58 عاما أخذت حقنتين منخفضتي الجرعة من العقار لأسبوعين فقط، وبدأ التأثير السلبي فورا بالظهور عليها بعد الحقنة الثانية. بداية أخبر الأطباء عائلتها بأن كليتيها لا تعملان بشكل صحيح، وبعد أيام دخلت في غيبوبة وبدأت أعضاؤها بالفشل واحدا تلو الآخر، وانتهى الأمر بسرعة كبيرة. أما شهادة وفاتها فتشير إلى فشل العديد من الأعضاء والصدمة الإنتانية والتهاب البنكرياس باعتبارها سببا مباشرا للوفاة، وسجلت إبر مونجارو في الشهادة كعامل مساهم فقط. وبحسب عائلتها فسوزان لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية ولم تكن تتناول أي أدوية أخرى، وحصلت على حقنة التخسيس بوصفة طبية من الإنترنت كمحاولة لإنقاص وزنها، لتعود وفاتها وتفتح بابا للسؤال حول أمان استخدام حقن التخسيس المعروفة تجاريا بأسماء عدة. ما رأيكم بهذه الطريقة لإنقاص الوزن؟ وهل سببت لكم هذه الحقن أي آثار جانبية مزمنة؟